القصة بتبدأ في مدينة هادية في فلوريدا. ولد صغير اسمه راب عايش في فندق صغير مع والده. في الصبح بيصحى الراب ويجهز نفسه ليوم دراسي جديد، وهو مستني أتوبيس المدرسة بيقرر يتمشى شوية في الغابة القريبة من الفندق اللي عايش فيه. المنطقة هادية تماما وما فيهاش صوت، وراب بيمشي بالراحة بين الشجر الطويل. وهو بيتمشى في الغابة فجأة بيفتكر لحظة مؤلمة جدا من حياته. من كام شهر فاتوا والدته توفت. بيفتكر لما كان واقف في جنازتها وهو حاسس بالوحدة وقلبه مكسور. لحد دلوقتي الذكرى دي لسه بتوجعه جامد، بس بدل ما يرجع راب بيكمل مشي بهدوء جوه الغابة. وهو بيستكشف الغابة بيلاحظ فجأة حاجة غريبة. في نص الشجر في كوخ خشبي قديم باين انه مهجور تماما. المنظر بيقول ان محدش عاش فيه من فترة طويلة، ولان عنده فضول يعرف ايه ده راب بيقرب بالراحة من الكوخ. بس اول ما بيوصل قريب بيتجمد من الصدمة. بره الكوخ بالظبط في نمر ضخم محبوس جوه قفص حديد. الحيوان باين عليه القوة، بس في نفس الوقت شكله محاصر وما عندوش حيلة. للحظة راب والنمر بيبصوا لبعض وكأن النمر خد باله منه فعلا. راب حس بالخوف وبدأ يرجع لورا بالراحة. قلبه بدأ يدق بسرعة وقرر ان الأحسن يمشي حالا، ومن غير ما يضيع ثانية واحدة لف وجري للفندق بأقصى سرعة عنده. بعد ما وصل البيت راب لم شنطته بسرعة وخرج يلحق أتوبيس المدرسة. بس رحلة الأتوبيس عمرها ما كانت سهلة عليه. في ولاد في الأتوبيس بيفضلوا يتنمروا عليه ويتريقوا، بيضحكوا عليه وبيرموا نكت سخيفة مرة ورا التانية. راب بيفضل ساكت ومش بيرد. كل اللي بيعمله انه بيبص للأرض ويحاول يتجاهلهم. وفجأة الأتوبيس واقف في محطة جديدة، وبنت جديدة ركبت اسمها سيستين. أول ما المتنمرين سمعوا اسمها بدأوا يضحكوا بصوت عالي ويعملوا تعليقات سخيفة عليه. سيستين حست بالغضب بس ما كانتش عايزة تخلي الموقف يسوء، وبدل ما تجادلهم مشيت بهدوء وقعدت على كرسي. بعد كده في الفصل المدرس بيشرح الدرس للكل، بس راب ما كانش مركز خالص. عقله لسه بيفكر في النمر اللي شافه في الغابة. وهو المدرس بيتكلم راب طلع ورقة وبدأ يرسم النمر. في خياله النمر ما بقاش محبوس خلاص، وبيتخيل النمر وهو بيتحرك بحرية وبيمشي بفخر جوه الغابة. وهو بيرسم راب افتكر كمان حاجة عن والدته. هي كانت شاطرة جدا في نحت الخشب، وكانت دي واحدة من مواهبها المفضلة، حتى إنها علمت راب إزاي ينحت أشكال خشبية صغيرة. التفكير في اللحظات دي خلى راب يحس بالفرح والحزن في نفس الوقت. وفجأة المدرس نده على اسم راب. المدرسة بتقوله إن المدير عايزه في مكتبه حالا. راب بيقوم وهو مش فاهم فيه إيه، ولما بيوصل المدير بيطلب منه يقعد ويبص لرجليه بتركيز. بيبان إن راب عنده مشكلة جلدية صعبة بتخلي رجليه تحمر وتتعور بسهولة. المدير بيفهمه إن في أهالي بدأوا يقلقوا ويخافوا لأحسن ولادهم يتعدوا منه لو قربوا ليه، وعشان كده بيقوله لازم يواظب على العلاج اللي لسه واخده. وبيكمل إنه هيبعت جواب لوالد راب بيقترح فيه إن الولد يقعد في البيت فترة لحد ما حالته تتحسن. وهو خارج من المكتب بيشوف مدرسة الكتب والورق بتوعها وقعوا على الأرض، فبيجري يساعدها بدون تردد. المدرسة بتبتسم له بتعرفه بنفسها إن اسمها ميس ميلز، وبتلاحظ الورقة اللي في إيديه. راب بيديها الرسمة بكسوف، ولما بتشوف صورة النمر اللي رسمه الصبح في الصبح بتنبهر جدا بموهبته وبتشجعه يكمل ويطور نفسه. وبتقول له إنها طالعة أجازة صغيرة وبس لما ترجع عايزاه يوريها رسومات تانية، وراب بيوافق. بعد شوية راب بيفضل مستني قدام المدرسة لحد اليوم يخلص، وبيلاحظ مجموعة عيال بيجروا ورا البنت الجديدة سيستين وبيتريقوا على اسمها. سيستين خلص صبرها وبقت غضبانة من التنمر، فلفت وفجأة ضربت واحدة من البنات، بس البنت دي كانت أكبر منها وفي ثواني زقتها جامد فسيستين وقعت على الأرض. راب بيقلق وبيجري عليهم عشان يوقف الخناقة وبيطلب منهم يسيبوا سيستين في حالها، بس الكلام ده خلى الموضوع يتعقد أكتر. ودلوقتي المتنمرين بدأوا يوجهوا اهتمامهم لراب، وبدأوا يتحركوا ناحيته وهم مستعدين يهجموا عليه هو كمان. راب لما أخد باله جري بسرعة قبل ما يقدروا يمسكوه. بعد شوية سيستين ركبت أتوبيس المدرسة وهي هدومها متبهدلة وشعرها منكوش خالص بعد الخناقة. لما باقي الطلبة شافوها بالمنظر ده بدأوا يضحكوا ويتريقوا عليها تاني. سيستين حست بالغضب والكسوف ومشيت لآخر الأتوبيس وقعدت جنب راب. بدأت تشتكي من قد إيه هي بتكره المدينة دي والعيال السخيفة اللي عايشين فيها. راب كان بيسمعها بهدوء وحاول يخليها تحس بتحسن شوية، فحكى لها عن مشكلة رجليه وشرح لها إن عنده حالة جلدية بتسبب له جروح والتهابات دايما. سيستين جات لها فكرة فجأة، قالت إنها لو التعب بتاع راب اتمقل ليها يمكن تضطر تقعد في البيت هي كمان وما تروحش المدرسة تاني، حتى إنها سألته لو يقدر ينقل لها العدوى بأي طريقة. بس راب شرح لها بهدوء إن الموضوع مش بيمشي كده وحالته مش معدية فمحدش غيره يقدر يلقطها. لما سيستين سمعت كده صعب عليها شوية وقالت له لو اضطر يغيب عن المدرسة هي هتجيب له الواجبات لحد عنده عشان ما يتأخرش في دراسته. في المساء والد راب قرأ الجواب
الجواب اللي بعته المدير، وأول ما خلص قرايته بقى غضبان جدا. ما كانش مصدق إن المدير لسه قلقان من إن راب ينقل تعبه لباقي الطلبة. والد راب شرح مرات كتير قبل كده إن المشكلة مش معدية، بس المدرسة لسه مصممة ما تفهمش، ومع كده قرر إن الأحسن لراب إنه يقعد في البيت فترة. بعدها حقن رجل راب بالعلاج عشان يساعده يخف، ودخل المطبخ يكمل تحضير العشاء. في الليل راب كان قاعد بهدوء في أوضته بيمارس هوايته المفضلة. باستخدام سكينة صغيرة بدأ ينحت شكل جديد من حتة خشب، وهو شغال فضل يفكر في النمر اللي شافه في الغابة في الصبح. صورة الحيوان لسه واضحة جدا في خياله، وهو بيكمل محت قرر يعمل تمثال خشبي صغير يشبه سيستين. بعد ما خلص شغله راب اترمى على السرير وراح في النوم بالراحة. وهو نايم حلم غريب. شاف في حلمه سيستين بتجري بحرية جوه الغابة، بس ما كانتش لوحدها، كانت راكبة على ظهر النمر الضخم وبيتحركوا بسرعة بين الشجر وكأنهم من أهل المكان. في الصبح اللي بعده راب بدأ يساعد في شغل الفندق اللي عايش فيه. كان شغال مع ويلي الست اللطيفة اللي بتنظف الأوض. بعد ما اشتغلوا شوية ويلي قررت تاخد استراحة صغيرة. ابتسمت وادت لراب لبانة كمكافأة بسيطة. بعد كام ساعة أتوبيس المدرسة عدى من قدام الفندق. في اللحظة دي راب كان بره بيهتم بالجنينة الصغيرة. لما المتنمرين اللي في الأتوبيس شافوه قرروا يغلسوا عليه تاني على طول، وواحد منهم رمى حاجة عليه مباشرة. الحاجة اللي اترمت خبطت روب جامد في ضلوعه وتسببت له في وجع شديد. روب مسك جنبه وهو حاسس بالغضب والتعب من طريقة المعاملة دي كل مرة. للحظة بدأ يتخيل حاجة مختلفة. اتخيل ايه اللي ممكن يحصل لو النمر اللي لقاه في الغابة يقدر يساعده ويقف قدام المتنمرين دول. والأتوبيس وقف قريب ونزلت سيستين. مشت لحد راب وادته الواجب اللي أخدوه في الفصل اليوم ده زي ما وعدته بالظبط. راب شكرها وقرر يشاركها حاجة مهمة. حكالها عن النمر اللي اكتشفوه في الغابة. أول ما سيستين سمعت كده بقت متحمسة جدا وطلبت من راب ياخدها هناك حالا عشان تشوفه بنفسها. راب شرح لها إن النمر جوه الغابة في مكان بعيد، فلازم يمشوا بين الشجر عشان يوصلوا له. قبل ما يمشوا سيستين سألته لو تقدر تستلف شوية هدوم من هدومه، فالاتنين جريوا للفندق ودخلوا أوضة والد راب. وهي مستنية سيستين لاحظت تماثيل خشبية صغيرة كتير محطوطة في الأوضة وكلها من نحت راب. بصت لهم بتركيز وبقت منبهرة جدا بشغله. وهي بتتفرج على المنحوتات قالت لراب إن الفنان المشهور ميكيلانجلو كان نحات هو كمان قبل ما يتعرف كرسام. ابتسمت وقالت لراب إن هو كمان فنان حقيقي. وفجأة لقيت تمثال خشبي يشبهها بالظبط. كان التمثال الصغير اللي راب نحته في الليل اللي فات. سيستين ضحكت وقالت إن كل تماثيله تحفة. راب حس بالكسوف من كتر المدح ده وما فهمش يقول إيه. عشان تستعجله سيستين فكرته يجيب الهدوم اللي طلبتها، فراب اداها لها بسرعة وخرج يستناها بره. بعد كام دقيقة كل حاجة كانت جاهزة، والصديقين اتوجهوا للغابة مع بعض لحد ما وصلوا للكوخ اللي فيه النمر. ولما وقفوا أخيرا قدام القفص الاتنين انبهروا. النمر شكله ضخم وقوي حتى وهو محبوس ورا قضبان الحديد. سيستين فضلت بصة للحيوان وسألت راب ليه مخلوق جميل زي ده يتحبس جوه قفص في نص الغابة. راب قال إنه مش متأكد بس بيتوقع إن النمر ممكن يكون ملك بوشامب صاحب الفندق اللي هو عايش فيه. لما سيستين سمعت كده غضبت جدا وقالت إنه غلط إن حد يحبس حيوان بري كده عشان يسلي نفسه بس، وكانت شايفة إن النمر يستاهل يكون حر. راب وافقها الرأي بس شرح لها إن تحرير الحيوان مش هيبقى سهل. القفص عليه قفل قوي جدا وما عندهمش أي حاجة تقدر تكسره. في اللحظة دي سمعوا صوت عربية بتقرب. كان بوشامب جاي ناحية الكوخ، وعشان محدش يمسكهم راب وسيستين جريوا بسرعة في الغابة. لما رجعوا الفندق والد راب كان مستنيه هناك. راب عرف سيستين على والده، وبعد ما سلمت عليه بذوق مشت لكابينة تليفون قريبة عشان تكلم أهلها ييجوا ياخدوها. في الوقت ده والد راب اتكلم مع ابنه وسأله عن البنت الجديدة، وكان فرحان إن راب أخيرا لقى صديقة يقضي وقته معاها. بعد شوية بسيطة راب رجع لسيستين هدومها وفضلوا مستنيين مع بعض لحد ما أهلها وصلوا. بعد وقت قصير عربية وقفت قدام الفندق. كانت مامة سيستين، وأول ما نزلت من العربية بدأت تزعق لسيستين عشان اختفت لكام ساعة. وبعد كده لاحظت إن بنتها لابسة هدوم حد تاني وطلبت تعرف ليه، بس سيستين ما خافتش من تعامل مامتها الشديد. عشان تهدي الموقف مامتها بصت لراب وشرحت له إن سيستين في العادي ما بتسمعش كلام حد غير باباها، بس الكلام ده خلى سيستين تتضايق أكتر، والخناقة بينها وبين مامتها صوتها عالي جدا. وفي الآخر ركبت العربية وهي غضبانة ومشي وهم لسه بيتخانقوا. راب فضل يراقبهم وهم ماشيين وهو مستغرب من كل اللي حصل ده، وبعدها دخل الفندق بهدوء. في الصبح اللي بعده راب كان بيساعد ويلي تاني في تنظيف الفندق، وهم شغالين سألها سؤال كان بيفكر فيه. سألها عن رأيها في إن
إن البشر يحبسوا الحيوانات في أقفاص. ويلي سكتت لحظة وحكت له حكاية من طفولتها. قالت له إنها لما كانت بنت صغيرة باباها ادالها عصفور أخضر صغير هدية. كانت بتحب العصفور جدا وبتتسلى معاه كل يوم، بس بعد فترة بدأت تحس بالحزن وهي شايفاه محبوس ورا سلك القفص، وكانت شايفة إنه لازم يكون حر. في يوم فتحت له القفص من ورا باباها وسابته يطير بعيد. لما باباها عارف غضب جدا وعاقبها عقاب شديد، وقال لها إنها بتحرير العصفور خلته وجبة سهلة لأي تعبان في الغابة. بس رغم كده ويلي قالت إنها عمرها ما ندمت على اللي عملته، وحتى لحد النهاردة بتحلم بالعصفور الأخضر ده وهو بيطير في السماء وبيغني وهو فرحان. بعد شوية في نفس اليوم روب كان بينظف جنب الفندق، وفجأة بقى وشه في وش صاحب المكان بوتشامب. الراجل نده عليه وقال له إن عنده شغلانة بسيطة له، ولو ساعده ممكن يكسب فلوس. روب كان مستغرب شوية بس وافق يسمعه. بوتشامب شرح له إنه من كام يوم مسك حيوان بري نادر، بس الحيوان ده محتاج أكل ورعاية يومية، وهو مش عايز يعمل الكلام ده بنفسه، فطلب من روب يساعده في رعايته. أول ما روب سمع الكلام ده عرف على طول هو بيتكلم عن أنهي حيوان، بس عامل نفسه ما يعرفش حاجة. روب قال للمدير إنه ما يقدرش يروح دلوقتي لأن باباه طلب منه يساعد ويلي في شغل الفندق، بس بوتشامب غضب بسرعة وقال بقلة ذوق إن والد روب ملوش سلطة عليه، وأمر الولد يجي معاه حالا. روب حس بالضغط ومشي وراه، وبعد شوية وصلوا للكوخ اللي في الغابة. روب عمل نفسه متفاجئ لما شاف النمر. بوشامب شرح له بفخر إن في حد كان مديون له بفلوس كتير، واداله النمر ده كسداد للديون، وعشان كده هو حبسه في المكان ده. بعدين الراجل ورى روب إزاي يأكل النمر، وفي اللحظة دي النمر نط فجأة ناحية سور القفص. الحركة دي خوفت بوشامب جامد وخلته يقع على الأرض من الرعب. روب كان هيموت من الضحك، بس مسك نفسه بسرعة عشان الراجل ما ياخدش باله. بعد كده بوشامب ادى لروب مجسم مفاتيح، وقال له إن من النهاردة دي هتبقى مهمته إنه يأكل النمر. وهو ماشي الراجل بدأ يتريق على النمر ويوصفه إنه ملوش لازمة، بس النمر رد عليه فجأة ورمى فضلاته عليه وغرقه. الراجل بدأ يصوت بقرف وجري بسرعة مع روب، وقبل ما يوصلوا الفندق تاني بوشامب وقف وحذر روب من حاجة مهمة. قال له يخلي كل حاجة سر، لأنه لو حد عرف موضوع النمر ده هيسبب له مشاكل كبيرة. بعد كده ادى لروب كيس بلاستيك فيه لحمة نية للنمر، ووعده إنه هيجيب أكتر اليوم اللي بعده عشان يكمل تأكيله. في اللحظة دي عدت عربية مس ميلز مدرسة روب، هدت السرعة لما لاحظت منظر بوشامب المتبهدل واللي يشكك، وسألتهم فيه إيه. روب قال لها بسرعة إن كل حاجة تمام، بس بوشامب رد عليها بقلة ذوق وقال لها تخليها في حالها وتمشي. وقبل ما تمشي مس ميلز بصت لروب وفكرته يعدي عليها في الفصل أول ما يرجع المدرسة. بعد ما مشيت بوشامب هدد روب تاني وحذره ما يقولش لأي حد عن النمر. وبعدين روب خبى كيس اللحمة في مكان في الفندق عشان باباه ما يشوفوش، وقعد يبص للمفاتيح اللي معاه وبيسأل نفسه هل يستخدمها عشان يحرر النمر. في نفس اللحظة عدت عربية المدرسة وقابلت سيستين صاحبته وهي متحمسة وعايزة تشوف النمر تاني. الاتنين جريوا في الغابة ووصلوا للقفص، وهناك روب حس إنه ما يقدرش يخبي السر أكتر من كده، فحكى لسيستين كل اللي حصل مع بوشامب وإنه هو المسؤول عن تأكيل النمر. أول ما سمعت سيستين كده بقت متحمسة جدا، وقالت إن ده بيغير كل حاجة لأنهم دلوقتي معاهم المفاتيح، وده معناه إنهم أخيرا يقدروا يفتحوا القفص ويحرروا النمر. وشرحت كمان إن حيوانات زي النمر ده نادرة وما ينفعش تفضل محبوسة. بس بوشامب ما كانش متأكد من الفكرة لأنه افتكر الحكاية اللي ويلي حكته له عن العصفور اللي سابته تطير، فشرح لسيستين إن النمر لو بقى حر ممكن ما يعرفش يعيش لوحده في البرية. رغم كده سيستين رفضت تقبل الكلام ده، وكانت مؤمنة جدا إن النمر يستاهل الحرية مهما حصل. وبعدين أخدت قرار جريء وقالت لرب إنها هتعمل أي حاجة عشان تحرر النمر حتى لو اضطرت تعمل ده لوحدها. وهم بيتجادلوا سيستين فجأة مسكت القفص وبدأت تهزه بغل، وغضبها تحول لحزن بسرعة وبدأت تعيط. لما روب شافها كده حاول يهديها بالراحة، وبعد دقايق مسحت دموعها وقررت تعمل حاجة بسيطة تخلي النمر يحس بتحسن. فشالت الغطاء القماش اللي كان مغطي سقف القفص عشان الحيوان يحس بالهواء الطلق ويشوف السماء. في الليل روب وسيستين فضلوا هناك جنب القفص. الصديقين اترموا على الأرض وهم بيراقبوا النجوم بهدوء، والنمر بيرتاح قريب منهم. بعد شوية رجعوا الفندق، وأول ما وصلوا قابلوا ويلي صدفة. سيستين كانت لسه متضايقة واتكلمت مع ويلي بقلة ذوق، بس ويلي ما غضبتش خالص، بالعكس اتكلمت مع البنت بهدوء وقالت له إنها فاهمة وحاسة بإيه، وشرحت ليها إنها لما كانت صغيرة كانت متمردة جدا وبتتصرف بنفس الطريقة. ومع كده ويلي ادتها نصيحة مهمة، قالت إن سيستين ما ينفعش تفضل تتصرف بغضب لأن الحياة مش هتحللها مشاكلها، هي محتاجة تتعلم إزاي تتحكم في نفسها وتواجه الأمور بهدوء. الكلام ده خلى سيستين تسكت تماما، وبعد لحظة ويلي ركبت عربيتها ومشيت والولدين بيراقبوها وهي ماشية بهدوء. في الليل روب رجع بيته بعد ما ودع سيستين، وأول ما دخل والده واجهه وهو ماسك كيس اللحمة النية. الراجل سأل روب بغضب اللحمة المقرفة دي جت منين، ورغم إنه طلب منه يخلي السر روب رفض يكذب.
قال لباباه إن بوشامب هو اللي اداله اللحمة، بس بدل ما يهدى والده غضب أكتر. افتكر إن بوشامب بعت اللحمة المصدية دي كنوع من التريقة السخيفة، وكأنهم فقراء جدا لدرجة إنهم ممكن ياكلوا أي حاجة، وحس إنه مهان، فرمى كيس اللحمة في الحيطة من كتر الخنقة، وبعدين قعد يحاول يهدي نفسه. راب قلق على باباه وقرب منه عشان يتكلم معاه، بس الراجل طلب منه يسيبه لوحده، فخرج راب بهدوء، وعشان يريح دماغه بدأ ينحت تمثال خشبي جديد، الحاجة اللي دايما بيستمتع بيها. في الصبح اللي بعده راب كان واقف بره اوضته بيبص للحيوان الخشبي اللي نحته، وفي خياله التمثال الصغير ده بدأ يتحرك حواليه. بعديها بشوية راب ادى لويلي عصفور خشبي نحته لها هدية، وهي ابتسمت بحب وكانت فرحانة جدا بالهدية اللطيفة دي. بعد وقت قصير أتوبيس المدرسة وصل ونزلت سيستين، ولما قابلت راب قالت له إن مامتها بقت غضبانة منها أكتر وأكتر بسبب تصرفاتها، لدرجة إنها منعتها تيجي تشوفه تاني. بس سيستين قررت إنها مش هتسمع الكلام ده. بدل ما تخاف سألت راب عن مكان ويلي، وقالت إنهم لازم ياخدوا رأيهم في اللي يعملوه مع النمر. ولما لقي ويلي حكى لها الولدين كل حاجة عن النمر المحبوس في القفص. في الأول ويلي ما صدقتش، فراب وسيستين خدوها للغابة وفرجوها على القفص، وأول ما ويلي شافت النمر الضخم المحبوس هناك بقت صايرة جدا، وقالت إن حبس حيوان بالشكل ده هو فعلا نوع التصرفات اللي ممكن يعملها بوشامب. سيستين سألت ويلي بسرعة يعملوا إيه، وقالت لراب إنه لازم يفتح القفص دلوقتي، بس ويلي وقفتهم وقالت إن رغم إن بوشامب شخص مش كويس، بس تحرير النمر ممكن ما يكونش القرار الصح، لأن النمر عايش في الأسر، ولو اتساب فجأة في الغابة ممكن ما يعرفش يعيش لوحده. بس سيستين رفضت الكلام ده بقوة، وقالت بنبرة غضب إن الحيوانات البرية مكانها تعيش حرة زيها زي النمور السوداء اللي عايشة في المنطقة دي فعلا، وكانت مصممة إن النمر هيعرف يتصرف. ويلي سمعت ليهم بس قالت حاجة مهمة بهدوء، إنه أحيانا القرار الصح ما بيكونش دايما الأكثر أمانا، وعشان كده هي شايفة إنهم ما ينفعش يدخلوا في موضوع خطير زي ده. سيستين اتضايقت أكتر بعد ما سمعت كده، وقالت إنها مش قادرة تستنى باباها يوصل، لأنها متأكدة إنه هيوافقها وهيساعدها تحرر النمر. بس فجأة راب قال حاجة صدمتها، قال لسيستين إن يمكن مامتها عندها حق بالنسبة لباباها، ويمكن هو مش الشخص اللي هي فاكراه. الكلام ده خلى سيستين تتعصب جدا، حست بالجرح والإهانة، وفي نوبة غضبها ناهت صداقتهم وزعقت إنها بتكرهه ومش عايزة تتكلم معاه تاني أبدا، وبعدين جريت بعيد. ويلي لما شافت راب واقف حزين طلبت منه يجي معاها عشان يرجعوا الفندق، بس بعد كام دقيقة راب لاحظ سيستين وهي ماشية من بعيد فجري وراها. لما حصلها قال لها حاجة مهمة، إنه غير رأيه ومستعد يحرر النمر. سيستين ما صدقتش في الأول، بس راب صمم إنه جد ومستعد يعمل ده عشان صداقتهم. في اللحظة دي وصل بوشامب بعربيته، وبعد ما عرف نفسه لسيستين باختصار ادى لراب أمر جديد إنه ياخد طرد لحمة تاني هيوصل الفندق بعد شوية. راب وافق بهدوء عشان ما يخليهوش يشك في حاجة. بعدين بوشامب قال إن عنده شغل مع والد راب ومشي. أول ما مشي راب وسيستين عرفوا إن دي فرصتهم الأخيرة، فجريوا بسرعة في الغابة ووصلوا لقفص النمر، ومن غير ما يضيعوا وقت راب طلع المفاتيح وفتح الأقفال القوية واحد ورا التاني. ورغم إنهم عارفين إن النمر ما كلش من عومين، بس قرروا يفتحوا الباب. أول ما الباب اتفتح النمر قام بالراحة، فراب رجع لورا وزعق للحيوان إنه بقى حر دلوقتي. سيستين قالت لراب بهدوء إنه يهدى، لأن النمر فاهم فعلا. الحيوان الضخم خرج من القفص بالراحة ووقف لحظة جنب الولدين، ولثانية واحدة لمس راب وسيستين فرو النمر بحذر. بعديها الحيوان القوي لف وبدأ يمشي ناحية الغابة وهو بيطلع زئير هز المنطقة كلها. راب وسيستين فضلوا يراقبوه وهو بيجري جوه الغابة وهم حاسين بالفخر إن هم عملوا الصح. بس فجأة كل حاجة اتقلبت، صوت ضرب نار عالي هز المكان. سيستين سمعت الضربة وفجأة وقعت على الأرض وهي مش قادرة تاخد نفسها من الصدمة. وهم في حالة من اللخبطة والرعب الولدين جريوا ناحية الطريق، وهناك شافوا منظر يقطع القلب. النمر كان مرمي على الأرض. راب عرف بسرعة اللي حصل، إن باباه هو اللي ضرب النار عشان يحمي بوتشامب اللي النمر هجم عليه ووقعه. في اللحظة دي ويلي وصلت هي كمان. راب ركع جنب النمر وسأل باباه ليه عمل كده، بس الحقيقة طلعت مختلفة. بابا راب شرح إن الموقف كان مجرد حادثة، قال إنه قبلها بشوية دخل في خناقة عنيفة مع بوتشامب، والراجل حاول يضربه بالمسدس بتاعه، وفي وسط الزحمة والفوضى دي كل حاجة حصلت بسرعة، والرصاصة اللي جت في النمر ما كانش مقصود إنها تحصل بالطريقة دي. رغم توضيح باباه راب كان لسه مقهور من الغضب والحزن. جري ناحية باباه وبدأ يزقه ويصرخ إنه بيكرهه ومش عايز يعيش معاه تاني. وبعدين راب طلب كان مستني يسمعه من زمان، قال لباباه ينطق اسم مامته أخيرا بصوت عالي. من يوم ما ماتت وباباه ما نطقش اسمها أبدا. الراجل لما حس بقوة الوجع اللي سببه سكوته نطق اسمها أخيرا، كارولين.
أول ما نطق الاسم انهار من المشاعر وأخد ابنه في حضنه جامد، وجنبهم ويلي حضنت سيستين بالراحة عشان تواسيها بعد كل اللي حصل. في الوقت ده بابا روب ساعد بوتشامب إنه يقوم، وصاحب الفندق مشي من المكان من غير ما يقول كلمة. ويلي قالت للأطفال بحنان إن النمر دلوقتي في مكان أحسن، وهي بتبص لروب لاحظت حاجة مفاجأة، الجروح اللي في رجله بدأت تخف وتلتئم بشكل أحسن، وده خلاها تفرح له جدا. وبعد ما ودعوا النمر كلهم سابوا المنطقة بالراحة. سيستين لفت لروب واعتذرت له عن كل كلمة قالتها قبل كده، وقالت له إنه أحسن صديق ممكن يكون عند أي حد. وهم ماشيين مع بعض لقيوا الرسمة اللي روب رسمها للنمر. سيستين بصت له وقالت إنها قطعة فنية جميلة. روب ابتسم وقال لها إنها تقدر تخليها معاها، وعشان تشكره سيستين باست روب بوسة صغيرة على خده، وبعديها الصديقين مشيوا مع بعض. ورغم إن اليوم خلص بحزن، بس هو كمان غير حياتهم للأبد، لأن في النهاية الحرية معناها بيختلف من شخص لتاني، ويمكن النمر أخيرا لقى مكان أحسن بكتير من الغابة المهجورة دي. لو عجبكم الملخص ده ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في قناتنا عشان يوصلكم كل جديد.